قالوا لي راح فاشل وما عرفوش واش خسر. مش كل قصة تبدأ بصوت عالي، فبعض القصص تبدأ بصمت وبحكمة. هذاك النهار الطريق كان طويل والسماء ملبدة، وحكاية هذا الراجل كانت أثقل من الغيوم. كان قاعد على حجر جنب الطريق مقابل البحر، ما هوش قاعد يمد في يده ولا يطلب في حتى شيء. عينيه كانوا يشوفوا بعيد، كأنه راح يشوف حياة ما بقاش عايش فيها. فتقدمت إليه بخطوات وسألته: هل راك مليح يا بابا؟ فجاوبني بكل حسرة وأسى: نكون مليح يا وليدي كي ننسى. وقال لي: أنا كنت نخدم وعندي دار وعندي عائلة وكان عندي واسم كبير. نعم، هذا الاسم هو الشيء الوحيد اللي ما يتعوضش. قال لي: كنت نصحى بكري، نخدم بضمير وبمسؤولية، ونرجع فرحان للدار لأني تعبت بالحلال وجبت لقمة حليلية لولادي والأسرتي. لكن الدنيا يا وليدي ما تمشيش ديما بالعدل وماش دايما ترضيك. في نهار تبدل كل شيء، مرض وليدي ومن بعد زوجتي، فبديت نبيع حاجة ورا حاجة باش غير ننقذ ناس أنا نحبهم ومتعلق بيهم، ويشوفوا فيا أنا هو الأمل الوحيد اللي قادر نكون سبب باش نمنحهم. وهو يحكي زاد قال لي باللي كنت نحسب ربي راح يكافئني، بصح كان امتحان. نعم، امتحان وابتلاء كبير. فوراها خسرت خدمتي وخسرت داري اللي بعتها، وخسرت الناس اللي كنت نقولهم صحابي، وكانوا يقولوا لي باللي انت صاحبنا ومحال نتخلاو عليك. كي جيت رايح قال لي كلمة كسرتني: أصعب حاجة يا وليدي ماشي النوم في الشارع، ولا أنك ما تاكلش، ولا أنك ما تتغطاش. أصعب حاجة يا وليدي في هذه الدنيا أنه الناس تولي ما تشوفكش، حتى ولو أنت تكون واقف قدامهم. نعم، فقال لي أنا واحد من الناس كنت نعاون اليوم وغدوة، لكن اليوم يا وليدي وليت عبء في نظرهم وسكت وتنهد. وهنا الصمت كان أوجع من الكلام. قلت له: راك ما زلت واقف يا بابا. فضحك وقال لي: الواقف الحقيقي هو اللي ما كسرش قلبه. قال لي: الدنيا ما خانتنيش، الدنيا ورتني الناس على حقيقتهم. فخليته ومشيت. بصح فهمت حاجة واحدة: مش كل واحد راه تحت راه بسبب خطأ. بعض الناس راهي تدفع ثمن قلبها الطيب. وهنا انتهت القصة. فإذا سمعت القصة بقلبك خلي دعوة طيبة في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك، ونلتقي إن شاء الله مع حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.